مرتضى منصور، الزمالك استحق ركلتين جزاء في مباراته مع أسوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. شن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوم على أمين عمر. أمين عمر حكم مباراة الزمالك وأسوان بعد خسارة الأبيض الزمالك بهدفين مقابل هدف. وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: أمين عمر كان غير موفق، وهناك لاعب من الزمالك تم إمساك قدمه، مسكوا قدمه ولم يحتسبوا ركلة جزاء، المفروض تبقى ركلة جزاء عشان يتمسك قدمه. معلق: هي دي لجنة الحكام. وشدد مرتضى منصور على انه ليس لدي مشكلة في الهزيمة، عادي ممكن انهزم، ولكن ما تظلمنيش، والزمالك يستحق ركلتين جزاء. وأضاف: الزمالك لم يشارك في هذه المسرحية الهزلية عشان مرتضى منصور ما ياخدش الدوري لثالث مرة على التوالي. وقال ان هو قدم مذكرة رسمية ضد أمين عمر بعدم إدارة أي مباراة للزمالك، لأنه بينتمي للنادي الأهلي وبيكره الزمالك وكره نفسه كمان. شكرا لكم أصدقائي الأعزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.